السؤال ده مهم جدا، بيجيلي كتير وحبيت ان انا اجاوب عليه في الفيديو بتاع النهارده. الميزوثيرابي، الكافيتيشن، الكرايو، اي حاجه بتساعد على تفتيت الدهون، حرق الدهون، تخلص من الدهون العنيده في منطقه معينه زي البطن مثلا او ايا كانت المنطقه دي، كلها عوامل مساعده. يعني مش هي الاساس. يعني ما فيش حاله تيجي تقول لي يا دكتور انا عايزه ابدا كافيتيشن، انا عايزه استخدم حقن ميزوثيرابي حتى لو هاخد 10 حقن، بس ما عدتش عايزه ازيد في الوزن تاني ولا عدت عايزه اعمل دايت. يعني انا هاكل براحتي خالص وهنبدا في الكافيتيشن والميزوثيرابي. انا في الوقت ده برفض تماما، دي معلومه غلط. وعشان كده عملت فيديو النهارده عشان ان انا اوضحها بشكل صح. الاساس عندنا ان احنا نحرق بشكل كويس، الاساس عندنا ان احنا جسمنا نحاول ان احنا ناخد احسن نتيجة منه قبل ما نعمل اي حاجة، قبل ما نستخدم اي وسيلة تانية ممكن تساعدنا عشان نحرق بشكل افضل. طول ما انت فاهم جسمك صح، طول ما انت بدأت تحرق صح وخليت جسمك الحرق عنده يبقى اعلى من الاول بكتير، فانت هنا ماشي في طريق الصح. اي عوامل تانية هتبقى عوامل مساعدة هتزود السرعة بتاعتك في انك تلاقي احسن نتيجة، انما مش هي الاساس. الاساس ان احنا نبدأ دايت صح مناسب لينا والحرق عندنا يبقى افضل. وبعد كده لو عايزين في دهون عنيدة في مناطق معينة نلجأ ان احنا نستخدم كافيتيشن، ميزوثيرابي، الكرايو، المناطق اللي هي بقت عنيدة شوية في النزول معانا، بعد ما خلينا جسمنا يحرق بشكل افضل وبعد ما خلينا جسمنا ينزل الوزن بشكل افضل. بلاش ان احنا نبدا بالعوامل المساعده، بلاش انك تريح نفسك في رحله الدايت. طالما انك قررت انك تبدا دايت فبلاش انك تستسهل وتدور على اي وسيله سهله بحيث انك تحقق اللي انت عايزه. لا، حاول انك تتعب شويه عشان